اهلا بيكم، اتمنى تكونوا بخير. سعيد جدا بوجودكم معانا. انا يوسف، انستراكتور بلندر هنا في طباشير، وحابب النهارده ان احنا نعلن رسميا عن كورس جيومتري نودز. احنا بقالنا شويه بنتكلم في الموضوع، بقالنا شويه نزلنا تريلر ونزلنا انتروداكشن. لو حد ما شافهمش ممكن يشوف اخر فيديوهين نزلناهم عن التريلر عن الكورس، وانتروداكشن بسيطه للكورس عامه في العموم هيبقى عباره عن ايه. الفكره من جيومتري نودز ان هي اداه متقدمه تقدر ان انت بعد لما تبتدي تتعلم اساسيات بلندر، موديلنج، لايتنج، تكشرنج، انيميشن، انك تعلي ليفل شويه من خلال جيومتري نودز. هي اداه بتتيح لك انك اي حاجه نوعا ما ممكن تفكر فيها تبتدي تطبقها من خلال السيستم بتاعها اللي هو نود بيزد سيستم. ازاي ممكن اطبق الافكار دي بشكل اعمق، بشكل اكبر، وبشكل اسرع. عشان جزء كبير من افضليه جيومتري نودز على الطريقه التقليديه هي ان انا اقدر بسهوله اغير في السيستم بتاعي، ادت في السيستم بتاعي، وفي اي مرحله من المراحل اقدر ان انا اغيره تماما. فهي دي الفكره من الاداه. احنا الكورس الهدف منه ان احنا نبتدي نتعلم الاداء بشكل يعني عميق شويه. مش الموضوع ممكن معقد شويه عن الطبيعي، عشان هي لغه مختلفه تماما عن اللي احنا بقينا اللي كنا بنتعلمه هنا في القناه. مش مجرد ان احنا بنتعلم ازاي لما ادوس زرار حاجه تحصل زي في الموديلنج، لا، الموضوع معقد اكتر شويه. بس التعقيد ده مش حاجه وحشه في الحاله دي. جيومتري نودز هي اداه يعني يمكن حسابيه اكتر شويه، زي موديل او لغه جوه بلندر. من خلال النودز اقدر ان انا اطلع حاجات مختلفه كتير. فاحنا بنتعرف على النودز المختلفه، وبنتعرف على ازاي ممكن نوظفهم في مشاريع مختلفه زي ما احنا دايما بنعمل. الموضوع عمره ما بيبقى اللي هو انا هتعلم حاجه وخلاص، لا، احنا بنتعلمها وبنطبق. ولا بنطبق بس عشان تطبيق بس، مش صح. ان انا اطبق بس وخلاص يعني تطبق ورايا، ده مش صح. احنا بنتعلم الاداه وبنطبقها كذا مره. والكورس ده هيبقى مميز شويه عشان احنا في خلال السنة دي هنفضل كل شهر نزود على الكورس جزء كمان. هنفضل نزود أجزاء مختلفة عن الكورس عشان نبتدي نتعمق في الأداء، عشان الأداء عميقة جدا وكبيرة جدا، ونقدر إن احنا نوظفها بطرق مختلفة كتير. فاحنا هنبتدي نشوف ازاي ممكن نوظفها توظيف كويس من خلال مشاريع مختلفة. لحد دلوقتي موجود 4 مشاريع غير الانترودكشن طبعا، بس مع الوقت هنبتدي نتعرف على أدوات أكتر ومشاريع أكتر. يعني كل شهر، كل آخر شهر هتبقى في أداة جديدة نازلة، او حاجه جديده او مشروع جديد نازل. وطبعا اي حد بيشترك دلوقتي في الحاجات دي معاه على طول. اشتراكك معناه ان انت اي ابديت بيحصل على الكورس هو معاك على طول. في الكورس حاليا بنتعلم ازاي ممكن نفكر في الافكتس المختلفة اللي انا ممكن اوظفها في مشاريع مختلفة، زي مثلا ان انا ازاي ادمر الحاجة، ازاي ممكن اكبر زي شجر او زرع على اوبجكت او عدد من الاوبجكتس، ازاي ممكن ابني مدينة من الصفر مجرد زرار واحد او عدد من الزراير ابنيها هي والزرع اللي حواليها والانهار والجبال وهكذا. ازاي ممكن ان انا ابتدي افكر في الموضوع بشكل اعمق شويه او بشكل ابستراكت شويه بالفراكتلز، وهنتكلم يعني ايه فراكتلز قدام. فهي انواع مختلفه من الافكتس، والافكتس دي هتفضل تزيد مع الوقت وهيفضل يزيد التطبيقات بتاعتها. في الكورس ده انا مش عايزك خالص تفكر في الشكل، مش عايزك خالص تفكر اللي هو انا عايز اطلع ريندر حلو. مش ده الهدف من الكورس. الهدف من الكورس مش ان انا اطلع ريندر حلو وخلاص. الهدف من الكورس ان انا افهم السيستم ده كويس جدا، افهم ازاي اتعامل معاه، افهم ازاي اطبق من خلاله مشاريع مختلفه. وبعد كده يعني فكره انك تطلع منه حاجه حلوه، ممكن تشوف كورس الاساسيات، كورس الانيميشن اللي هو اكيد اشهر معاك، وبعد كده تبتدي ان انت تشوف ازاي ممكن اطلع ريندر كويس اكتر. هي دي الفكره من الكورس. ما تفكرش في انا عايز لايتنج، لا لا، فكر في ازاي السيستم شغال. ابتدي فكر بشكل تقني شويه اكتر ما بشكل فني. طبعا احنا لازم نوظف الفن وكل حاجه، بس لازم تفكر بشكل تقني شويه، عشان جيومتري نودز بكل بساطه هي اداه تقنيه جدا نقدر من خلالها ان احنا نعمل افكتس المختلفه دي. كل تفاصيل الكورس هتلاقوها في الديسكربشن بتاع الفيديو، ولو عندكم اي اسئله ممكن تتواصلوا معنا على الايميل او تبعتوا لنا على الانستجرام بتاعنا. وسعيد جدا بوجودكم معنا.